السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطل قصتنا النهاردة ما تقدرش تثبت هو فعلا كان مخاوي ولا جهل الناس هو اللي عمل منه أسطورة زي معظم الناس اللي بيروحوا للدجالين. هو مسحور قبل ما يروح للدجال أصلا عشان عنده قناعة فيه، احنا بنسميه دلوقتي تأثير الوهم أو البلاسيبو. في سيبيريا يوم 22 يناير سنة 1869 اتولد جريجوري يوفوموفيتش. أسرته بسيطة، مزارعين عاديين، وهو عنده 12 سنة البيت بتاعهم اتحرق، وفي حريق البيت ده أمه ماتت. وبعد الحريق ده بفترة صغيرة كان بيلعب هو واخوه ميشيل على شط النهر، فوقعوا الاتنين في النهر والمية جرفتهم. اخوه ميشيل مات بس هو في حد انقذه، وفضل بعد الحادثة دي في غيبوبة فترة طويلة، والناس قالوا خلاص هو مش هيقوم من الغيبوبة دي ابدا. بس الغريب بقى انه فاق من الغيبوبة، وبعد ما فاق بقى يقول للناس حاجات وبتحصل، واقتنعوا بقى انه عنده معجزات. وانتشرت بقى الاشاعات عن قدرته في انه بيشفي الجروح والحاجات دي. ايه يا اخويا كنت سيدنا عيسى؟ بس تعالي استني هنا، انت قلتي جريجوري حصل ما بنكرش، امال فين راسبوتين؟ خد نايبك من الصبر يا ولدي، بعد المقدمه الصغيره دي هتعرف كل حاجه وازاي جريجوري بقى راسبوتين. اهلا بيكم، انا نورة عجلان وانتوا دلوقتي في بنك العلم. اتمنى لو استفدتوا اي معلومه من الفيديو ده ادعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. قصتنا في سن المراهقة اتجوز وخلف، وهو ما كانش ليه قوي في حوار الجواز والأسرة والبيت والاستقرار. بالبلدي كده يعني قرر الاستقرار ده مش قاره، ما لدش عليه وقال لك بلا جواز بلا نيلة، انا كمول عصابة اسهل. وفعلا راح انضم العصابة وبقى رئيس، وبقى عايش حياته يسرق ويسكر ويعرف بنات الليل. ومن هنا اكتسب الاسم اللي احنا نعرفه راسبوتين، ومعناه الفاسق الفاسد. عمك راسبوتين بقى كان جسمه ضخم، وايديه دي مش ايدين، دي مرزبة، كان هالك، وكانت بنات الليل بتنجذب ليه بسهولة قوي، مش فاهمة على ايه. بس هو كان عنده نظرة جريئة، كانت البنات بتاعت الليل دي بتشوف النظرة دي تقولك بس انا وقعت في غرامه، وبتروح له وهي مسلمة. وفي مرة من المرات بقى فيه دكتور معرفش يعالج بنت مريضة، والاشاعات كانت ساعتها بتقول ان عمك راسبوتين ده اللهم صل على النبي يعني كان بيعرف يشفي الجروح وكده. فجابوا راسبوتين للبنت دي، والغريب انه قعد يعمل حاجات وحركات وادعية غريبة ما تفهمش هي طلاسم ولا تعويذات ولا ايه بالظبط. اللي يجنن بقى في الحوار ان البنت فاقت وقامت زي القردة. غالبا الفكرة كلها برضو زي ما بنقول هي الايحاء، هو اوحى ليها انها ملبوسة وانه بيخرج العفاريت من جسمها، فهي اقتنعت وطبعا ساعتها اهل البلد رموا الطب على جنب وقال لك بلا طب بلا نيلة، احنا ملناش الا الحاج راسبوتين اسم الله عليه اسم الله عليه. لا وكان كمان بيعرف الحرامي مجرد ما يبص في عينيه، تقولش شبه عبد الملك زرزور. عمك راسبوتين بقى لما لقى نفسه عنده قدرات قال لك طب هي ليه بقى القدرات دي تروح في الهوا كده مع الاوباش دول؟ احنا بقى عايزين نلبس توب الكهنوت. هما يعني اللي بيعرفوا كهنوت احسن مني في حاجه؟ لا طبعا. قول يا اخويا عاوز ايه؟ حاجه بسيطه قوي، انا عاوز فراجيه. والفراجيه دي تطلع ايه ان شاء الله؟ ابدا، لبس الاسس والكهنه. فرح على كاهن كنيسه واستغل بقى قوته النفسيه، وبرضه الناس زمان كانوا على قد حالهم في التفكير. المهم ان هو عرف يقنع الكاهن انه يديله الهدوم بتاعته القديمه ويديله معاها شهاده مزوره تثبت انه راهب في الكنيسه، وبكده يقدر يجمع التبرعات من القرى اللي حواليهم. الله عليك يا حبيب والديك. والراهب اداله التوب وعمل له الشهاده المزوره دي. وعمك راسبوتين بقى لبس الحته الزفره ونتش الشهاده من الراجل وانطلق بقى، وبقى يلف بيها على كل البلاد اللي حواليهم وبيجمع التبرعات على حس انه راهب، وبياخد التبرعات دي للكنيسه. حبيب قلبي. وفي خلال بقى ما هو بيلف كده اتعرف على جماعة سرية اسمها خالستي، ودي كانت بتجمع بين التقوى والفسق في وقت واحد، وما تسألنيش ازاي، هو كده. راسبوتين اتأثر بالناس دي جدا، وكان عندهم منطق غريب قوي، هما بيقربوا من ربنا من خلال الخطيئة. يعني ايه؟ يعني لازم يعملوا كل الخطايا اللي في الحياة وبعد كده يتوبوا، وبكده يوصلوا للخلاص.
اصل هو انت يعني هتتوب ازاي وانت ما عندكش ذنوب اساسا؟ انا بقول خلاص نقفل الحلقه على كده، اصلا هتشل. اصلا كلمه خالستي اللي هم اختاروها كاسم ليهم معناها الجلادين، لانهم كانوا بيجلدوا نفسهم لحد ما يوصلوا للنشوه. هو في يا جماعه هو انتوا شيعة ومتنكرين يا اخويا؟ قالوا بعد الجلد ده يبداوا بقى في ممارسه الجنس الجماعي وشرب الخمره، وبعد كده قال يا اخويا بيبداوا يشوفوا الغيب وبتظهر لهم الحاجات الروحانيه، يعني مش تهيئات سكر، لا طبعا نبوءات. طيب انا بسأل بس والله. وطبعا كل ده كان بيتعمل في السر، لان دايما كانت الكنيسة والشرطة بيطردوهم. عمك راسبوتين كان عنده منهج غريب قوي، وقدر بيه يقنع كل الناس السذج اللي حواليه انهم يتابعوه. طب ايه بقى المنهج ده؟ انك علشان تتوب لازم اصلا تغلط. هتتوب من ايه وانت ما غلطتش؟ انت مخلوق ملاك، انت بني ادم ولازم تغلط. طب وهنتوب ازاي بقى؟ هتوبوا معايا طبعا، ادخلوا في حضن التوبه. وفعلا ستات كتير غلطت معاه، وما خدش وقت كتير ووصل للعاصمه بطرسبورغ، وكان ساعتها عنده 34 سنه. وفي مدينه بطرسبورغ بقى كانت الاشاعات بدات تملى الدنيا عن راسبوتين وافعاله، وانه يا دوبك بيحط ايده كده على المريض بيخف. وهو بصراحه الظروف خدمته، لان الظروف اللي كانت بتمر بها روسيا كانت ظروف حساسه جدا، لان في خلال السنين الاولى من القرن العشرين كانت روسيا كلها فوضى بره وجوه، وكانوا الاثرياء بقى والنبلاء بيهمهم التسليه وخلاص، ولا بيفكروا في الفقراء ولا في الكوارث اللي ممكن تحصل لروسيا. ومن ناحيه تانية كانت الكنيسه بتدور بين الناس عن حد يكون عنده قوه روحيه حقيقيه. حتى حاكم روسيا كان بيدور على ناس زي راسبوتين علشان يضفي على نفسه فكره اختيار الرب ليه، يعني يبقى ذو قوه ربانيه. قال يعني ربنا هو اللي اختاره عشان يحكم روسيا. تقولش ففهمناها سليمان. وعمك راسبوتين يا اخويا قال لك انا مبشر. طب بتبشر بايه ان شاء الله؟ مفهومه طبعا، ببشر بالمبشر. وحشه انا عارف. المهم ان سمعته دي كانت سابقاه للمدينه ومهدت له انه يوصل للاغنياء والعائلات الكبيره. راسبوتين بقى بعد ما وصل للاغنياء قابل واحده اسمها اولجا، كانت بتعاني من مرض الاطباء ما عرفوش يعالجوه. وراسبوتين ابن الصيعه عرف ان مرضها ده شويه اكتئاب ومحن من بتاع الناس الاغنياء دي، وقال لها انا لازم امتلك روحك وجسمك عشان اقدر اعالجك. والعلاج نجح. وفجأة أولجا بنت العائلات بقت عشيقة راسبوتين المعفن، وبدأت أولجا تعلمه الاتيكيت علشان توصله للمجتمع الراقي. وهو وصل للمجتمع الراقي وانتشر بقى. وسنة 1905 في قصر واحد من النبلاء حصل أول لقاء بين راسبوتين والقيصر نيكولاس الثاني ومراته ألكسندرا. المهم عمك راسبوتين كان بيتكلم مع القيصر وهو مش فاهم هو بيتكلم مع مين أصلا، وكان بيكلمه كأنه بيكلم الأهواج اللي على ناصية الشارع. وحكى لهم بقى يا عيني عن البؤس والفقر اللي في سيبيريا، وهم يا عيني نزلوا دمعتين. قال يعني مش هم السبب في فقر الناس، وهو بقى ربنا أعطاه القوة الروحية عشان يشفي بيها الأمراض. وفي الأحداث دي كان وريث العرش الوحيد الطفل أليكسي، كان عنده مرض نادر ساعتها اللي هو النعور، اللي هو حاليا معروف باسم الهيموفيليا. يعني لو حصل له أي جرح بيفضل ينزف على طول لحد ما كل دمه بيتصفى وبيموت، لأن دمه ما بيتجلطش. والحاجة ألكسندرا أول ما شافت راسبوتين ارتاحت نفسيا، من قبل حتى ما يشوف الواد طمنها وقال لها ما تخافيش. وما تفهموش ايه اللي حصل، هو دخل غرفة الطفل من هنا وحط ايده عليه وفعلا النزيف وقف. وطبعا ساعتها القيصر كان عاوز يبوسه من بقه. وكده عمك راسبوتين بقى واخد القصر رايح جاي. وسنة 1912 حصلت حادثة خلت موقف راسبوتين اقوى بكتير من الاول. مرات القيصر يا اخويا كانت هي وابنها الامير راكبين الخيل، والواد وقع واتعور، وهو زي ما قلنا دمه بينزف وما بيتجلطش. وكان ساعتها راسبوتين مسافر، فبعتت له برقية انه يرجع بسرعة. فقال لها انا ما اقدرش ارجع دلوقتي، بس حط البرقية دي على جبين الامير والنزيف هيقف. وفعلا حطت البرقية على جبين الامير وبرضه النزيف وقف. وبعد ما ده حصل
كده راسبوتين بقى قاعد في القصر يمكن اكتر من القيصر نفسه، وكانت حياته كلها مزدوجة زي حياة الخالستي اللي أثروا فيه من الأول. طول الوقت بيصلي عشان ربنا يشفي الأمير، وبعدها يروح المواخير ويقضي يومه مع بنات الليل. وكل سيدات الطبقة الراقية كانوا بيسيبوه يتكلم بالطريقة اللي هو عاوزها، وما كانش فيه واحدة فيهم بتقدر تقول له لأ لحسن يقلبها قرد ولا حاجة. وعلشان هو راجل منظم قسم وقته شوية في بيوت الأثرياء وشوية في القصر. بس بعد فترة صغيرة بقى قاعد ومقيم في جناح مرات القيصر. لا، وأقنعت القيصر إن ده لمصلحة ابنهم. هو انت قيصر ولا قوصر؟ وطبعا كل اللي قريبين من القيصر بدأوا يحقدوا على راسبوتين، ما هو واخد منهم كل حاجة ومبقاش ليهم اي لازمة، وكلمته هي اللي مسموعة. واي حد بيقول على راسبوتين كلمة مش حلوة بيخسر شغله على طول. والناس بقى بدأ شعورها ناحية راسبوتين يختلف، مش بس ان هو مجرد واحد دجال، لا ده واحد بيتحكم في مناصبهم، وبدأوا يدفعوا له الرشاوي علشان بس يفضلوا في مناصبهم. ومن هنا اتملت روسيا القيصرية بكل الناس اللي ما عندهاش اي كفاءة ومحطوطة في مناصب مهمة. راسبوتين وصلت قوته انه بيغير رئيس الوزراء او بيشيله، لحد ما جه في مرة رئيس وزراء اسمه بيتر ستالين، وجمع ادلة كتير جدا على فساد راسبوتين علشان يثبت للقيصر ومراته ان راسبوتين فاسد. وجمع ملف مليان بفضايح راسبوتين، وكان الملف ده فيه اشاعات ان راسبوتين على علاقة جنسية مع مرات القيصر. والقيصر لما شاف المعلومات دي وراها لمراته وقالت له ده مجرد اشاعات، كلهم بيغيروا من راسبوتين. وما عداش وقت طويل وتم اغتيال بيتر ستالين رئيس الوزراء اللي جمع الفضايح دي. والكلام ده كان في وسط دار الاوبرا، وكان رئيس الوزراء قاعد بين القيصر ومراته، والقناص نشل عليه لوحده. وبكده راسبوتين رجع اقوى من الاول، لان اي حد بقى يخاف يقول كلمة عليه لا يموت، مش بس هيخسر وظيفته. وروسيا بقت عبارة عن منطقة كلها فوضى، وعدم الاستقرار بقى مالي البلد، لأن الحكومة بقت كلها مترهلة لأنها دافعة رشاوي عشان يبقوا وزراء وهم ناس مش كفء للمناصب دي. وبدأت الصحافة بقى تحط رسوم كاريكاتير بتتريق فيها على راسبوتين، وكلها طبعا هابطة وبتفضح كل اللي هو بيعمله. وكانوا بيتكلموا كمان على ضحايا الاغتصاب اللي اغتصبهم. وفي صورة من ضمن صور الكاريكاتير كان راسبوتين واقف ورا مرات القيصر وماسك صدرها. الصورة دي كان معناها ان هو متحكم في مرات القيصر وفي علاقة بينهم. في الوقت ده دخلت روسيا وهي مترهلة كده في الحرب مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى في شهر يوليو سنة 1914. والقيصر ساب مراته وطلع على الجبهة علشان يقود الجيش. فطبعا هنا راسبوتين لقى دي فرصة ذهبية ان هو بقى يحكم روسيا. وطبعا احنا عارفين حقيقته، مجرد جاهل ودجال، بس عرف يقنعها انها تبعت لجوزها طرق معينة ازاي يحارب بيها، وبطريقته دي دمر جبهة روسيا في الحرب خالص. مرات القيصر بدأت تبعت لجوزها رسائل كتير تقول له شيل ده وحط ده في الجبهة، ومع انه تجاهل الرسائل دي كتير بس زن النسوان في الاخر جاب نتيجة وعمل باللي هي قالته، ويا ريته ما عمل. ونجحت انها تخليه يغير وزير الحربية ويجيب مكانه واحد راسبوتين هو اللي عينه لانه دفع له، وفعلا جاب وزير حربية مش كفء خالص، فلاديمير سوكامينوف. وبكده اسم الله عليه خلى الجنود في الجبهة يقعوا زي العصافير. اولا الجنود كانت لابسة لبس صيفي وهم في عز الشتاء، ولا معاهم بنادق ولا معاهم رصاص. هيحاربوا الالمان بايه؟ بالنبله؟ فعلا روسيا كانت بتحارب بطريقه قديمه جدا، بتحارب بطريقه القرون الوسطى، والوحش الالماني شغال ليل نهار تكنولوجيا. وروسيا من كتر القتلى اللي فيها بدات تبعت المراهقين للجبهه، وبرضه بنفس الاخطاء، لا في لبس يحميهم من البرد ولا معاهم رصاص ولا بنادق، فكانوا برضو بيقعوا زي العصافير قدام الوحش الألماني. وبدأت بقى في كل روسيا طوابير التوابيت اللي جاية من الجبهة تخش من غير ما تتوقف، وكل واحد بيستلم جثة اللي يخصه، والشعب بدأ يتخنق من الوضع العام. وفي رسائل جت من بعض الجنود اللي على الجبهة إن الهزيمة مش سببها عجز الحكومة وبس، لكن في خيانة داخلية. وكان في إشاعات عن وجود جماعات بتدي أخبار روسيا للألمان، وطبعا الجماعات دي زعيمها راسبوتين، وراسبوتين كان بيعرف الحاجات دي من مرات القيصر نفسه.
المسؤولين في القصر حبوا يخلوا الناس ما تصدقش الاشاعات دي، بس راسبوتين جه كحلها عماها لانه له حادثه مشهوره قوي في مطعم ايار. راسبوتين خد معاه شويه بنات ليل وسكر، وبدا بقى يلمح انه يقدر يخلي مرات القيصر تتصرف زي ما هو عاوز، وزود الحوار لما راح قلع هدومه وجري ناحيه الشباك وقعد قدام الناس يصوت ويقول انا اللي بحكم روسيا. والناس كلها بدأت تاخد بالها انهم دخلوا شيطان بينهم، وقرايب القيصر حملوه مسؤولية اضعاف الحكم، والشعب بقى يعارض نفوذه وسلطته وسيطرته على القيصر ومراته. والمعارضة دي وصلت لكبار الضباط واعضاء الحكومة، والكل اجمع ان لازم يخلصوا من راسبوتين. وبدأت بقى محاولات القتل، واول محاولة قتل اتعرض لها راسبوتين كانت في نهاية 1914. كان بيزور عيلته في سيبيريا، وبعد ما ساب الكنيسة ومشي هجمته واحدة ست وراحت ضربها بسكينة في بطنه وهي بتصرخ وبتقول انا قتلت عدو المسيح. بس راسبوتين ما ماتش. امال ايه اللي حصل؟ قام يا اخويا زي القرد وخاف. ما تنسوش ان هو برضه كان ضخم، وفي الاول وفي الاخر يعني اللي ضربته واحدة ست. المحاولة التانية بقى كانت مترتبة، كانت سنة 1916. سابوه سنتين خرب في روسيا تاني، واللي دبرها الامير يوسوبوف جوز الاميرة ايرينا بنت اخو القيصر. والامير ده كان بيكره راسبوتين كره العمى، وفي بيته بقى نسج خيوط المؤامرة بالاتفاق مع ابن عم القيصر ديمتري بافلوفيتش والسياسي اليميني فلاديمير بريشكفيتش. وكانت اول خطوه هيعملوها انهم هيدعوا راسبوتين بحجه ان مرات الامير يوسوبوف عاوزه تقابله، وهو وقع في الفخ وجه بقى وهو لابس ومتشيك عشان فاكر انه هيقابل مرات يوسوبوف الجميله وهيوقعها في سحره زي ما وقع مرات القيصر. واول ما وصل للقصر استقبله يوسوبوف وقال له تعالى ننزل تحت عشان مراتي قاعده تحت. وتحت بقى في البدروم بتاع القصر قدم له ويسكي وكيكه، وكانوا مسمومين وكان فيهم سم كان يكفي انه يقتل 5 افراد. وابن القرد ده شرب لما عمي وما ماتش. في يا راجل انت ما تموت بقى، عاوز اخلص الحلقه يخرب بيتك. هو من الواضح ان الصايع ده كان بيعمل في نفسه اللي الملوك بيعملوه، انهم بياخدوا جرعات سم قليله كل يوم علشان لو حد سمهم ما يموتوش. المهم عمك راسبوتين لما قام بعد ما اكل السم ده وما جرالوش حاجه، فعمك يوسوبوف دمه شاط قال له هو انت قرد يخرب بيتك. هو الصراحه ما قالش كده، بس دي جدعانه مني يعني. المهم يوسوبوف مسك المسدس بتاعه وضربه كذا طلق، فعمك راسبوتين وقع على الارض وقالوا كده يبقى مات، وساب الجثه في الارض وقالوا نرتاح ونقوم نرميها وخلاص في النهر. بعدها بشويه الامير يوسوبوف رجع عشان يجيب الجاكيت بتاعه من البدروم، والغريبه بقى ما تفهمش ايه اللي خلاه يفحص الجثه بتاع راسبوتين ولقاه ما ماتش. فير عايز اخلص الحلقه، انا قربت اقتلك بنفسي. المهم يوسوبوف ده لما قرب من راسبوتين راح راسبوتين مفتح عينه فجاه وبايديه الاتنين مسك رقبه الامير وكان خلاص هيقتله، بس اصحاب الامير اللي فوق سمعوا صوت الدربكه من تحت فنزلوا له على طول، وراح ضاربين راسبوتين بالنار 3 مرات تاني فوقع على الارض من غير اي حركه. وبعد ما اتاكدوا انه مات كتفوه وحطوه في عربيه ورموه في النهر. وبعد كذا يوم جثه راسبوتين قبت على وش الميه، ولما خرجوها لقوا في جيبه جواب كان كاتبه للقيصر وبيقول فيه انا متوقع ان انا اموت مقتول السنه دي، فلو كان اللي قتلوني من الشعب فعرشك هيستمر كذا سنه، اما لو اللي قتلوني كانوا من الامراء او من النبلاء فعرشك هيقع على طول. وفعلا ما عداش غير 3 شهور من موت راسبوتين وقامت على قيصر روسيا ثوره شعبيه اللي هي الثوره البلشفيه، وبعدها ب9 شهور تم اعدام القيصر وعيلته في سيبيريا. وبعد نجاح الثوره البلشفيه في عمال خرجوا جثه راسبوتين من قبره وحرقوها في غابه مهجوره، وحسب كلام الشهود ان الحياه دبت في الجثه تاني وقام وقعد وبدا كانه هيصحى، بس النار كانت حرقته وحولته تراب. وبكده يكون انتهى راسبوتين. وبس كده، والسلام عليكم.